هذه المرأة الأسطورية حضرت حلوى غريبة ومذهلة. شاهدوا معي ماذا سيحدث في النهاية. نبدأ بوضع 300 غرام من بسكويت الحليب في الخلاط ونطحنه حتى يصبح ناعماً كالبودرة. نضيف إليه 150 غراما من الزبدة المذابة ونخلط جيداً. ننقل الخليط إلى قالب دائري ذي قاعدة متحركة ونضغط عليه في الأسفل، ثم نضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في قدر كبير. نسكب لترين ونصف من الحليب مع 200 غرام من السكر و200 غرام من بودرة البودينغ بنكهة الفانيلا. نقسم الكريمة إلى قسمين متساويين، نترك قسماً جانباً ونضيف إلى القسم الآخر 200 غرام من الشوكولاتة نصف الحلوى ونقلب حتى تذوب تماماً. نغلف نصف القالب بالبلاستيك الغذائي ثم نصب فيه كريمة الشوكولاتة. ندخله إلى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. بعدها نصب الكريمة البيضاء التي تركناها جانباً في النصف الآخر من القالب، وأخيراً نرفع القالب ونضع الكريمة فوق قاعدة البسكويت التي حضرناها. وهكذا تصبح الوصفة جاهزة، سهلة، لذيذة وتستحق التجربة. نلتقي في الوصفة القادمة. إلى اللقاء.